هاي يا بنات، عاملين ايه؟ انا فاطمة ابراهيم وانتوا في قناة فاطمة ديرز. بما ان اغلبنا خلاص بدأ دروس او قرب ان هو يبدأ دروس، فانا قررت اني اعمل لكم فيديو النهاردة، وهو ماذا يوجد في حقيبتي للدروس. في فيديو النهاردة هقول لكم كل حاجة هتحتاجوا تحطوها في الشنطة بتاعة الدروس، وكمان هقول لكم ازاي تنقوا الشنطة نفسها بطريقة صح، والكواليتي بتاعتها تكون عاملة ازاي. كل ده في فيديو النهاردة. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ودلوقتي يلا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عن الخامة بتاعة الشنطة. أول حاجة تاخدوا بالكم منها وانتوا بتشتروا الشنطة ان هي تكون واسعة، وعشان تشيل حاجات كتير، يعني ما تجيبوهاش ضيقة. تاني حاجة حاولوا تجيبوها قماش، عشان الشنط القماش بتتغسل فمش هيبان عليها تراب وبتعيش فترة أطول. ولو هتجيبوها قماش خلوا ايديها خياطة ومش لزق عشان الايدين ما تتفكش. ممكن ما تجيبوهاش قماش وتجيبوها جلد اللي يريحكم. وبالنسبة للون هاتوا اللون اللي انتوا عايزينه، ابيض او اسود مش هتفرق. دلوقتي هننتقل للحاجات الموجودة جوه الشنطة. انا حط حاجات كتير بس هي يا جماعة الحاجات الضرورية والاساسية بس. اول حاجة ولازم تكون في شنطتنا كلنا طبعا التليفون، ما ينفعش تخرجي من غير تليفونك ابدا، وحطيه في الشنطة، ما تمسكوهوش في ايدك عشان ما يوقعش منك او ما تنسيهوش في حتة او حتى ما يتسرقش منك. فدايما دايما خلي تليفونك في شنطتك. طيب تاني حاجة معانا هي ازازة المية. يا جماعة بجد لازم تشربوا مية كتير، يعني لازم تشربوا 3 لتر مية يوميا عشان صحتكم. ده الطبيعي يا جماعة. فعشان كده دايما خلوا معاكم ازازة مية في الشنطة، سواء في الصيف في الشتاء في اي وقت لازم تشربوا مية كتير عشان ترطبوا جسمكم. ولو عندكم مشاوير كتير هاتوا ازازة اكبر من كده او البوتل العادية. طبعا لو رايحين دروس هاتوا طبعا الكتاب والكراسة بتاعة الدرس، حاجة بديهية جدا، الكتاب والكراسة بتاعة الدرس. ولو بتنسوا الكراسة حطوها جوه الكتاب مش هتنسوها ابدا. طيب إيه اللي جوه تاني في الشنطة؟ يبقى احنا كده قلنا التليفون، الازازة، الكتاب والكراسة. طبعا لو هتروحوا اكتر من درس خدوا الكتب والكراسات بتاعه المواد التانية. وانصحكم ما تحطوش كل الدروس في يوم واحد، لانكم هترجعوا تعبانين ومش هتفهموا اي حاجة، من يعني طاقتكم هتروح من اول درس. طيب بعد كده معانا المقلمة. المقلمة يا جماعة حاولوا تجيبوها قماش، عشان او يعني اللي هو بتبقى تريكو او حاجات زي كده او كروشيه، يعني عشان تعيش معاكم، هتتغسل ومش هتتقطع، مش هتتقطع وهتتغسل معاكم، فهتفضل عايشه معاكم فتره. حطوا فيها الحاجات الاساسيه بس، اللي هي البرايه، الاستيكه، القلم الجاف، القلم الرصاص. ما تحطوش الالوان فيها والحاجات دي، انتوا مش هتحتاجوا الالوان في حاجه، انتوا رايحين درس مش هنروح نرسم يعني، فاهمين؟ فما كتروش على نفسكم الحاجات اللي في المقلمه، الاساسيات بس. طبعا لو انتوا هتروحوا درس ماس هاتوا معاكم الكالكوليتر عشان هتحتاجوها، فحطوا الآلة الحاسبة في درس الماس بس، ما تاخدوهاش معاكم على طول عشان ما تقعش منكم، حرام غالية. طيب تاني حاجة يعني بعد كده معانا السماعة. يا جماعة السماعة مهمة جدا، وخصوصا لو بتركبي مواصلات هتحتاجيها، هتسمعي عليها بودكاست، قرآن، اي حاجة انت حباها هتسلي نفسك كده فيها، وكمان هتستفاد. يعني الناس اللي بتسمع بودكاست لازم تبقى السماعة معاكم في الشنطة، هتضيع الملل اللي في السكة لو بتركبوا مواصلات، او لو بتمشوا عادي هتضيع معاكم الوقت. طيب معانا بعد كده ايه؟ معانا المناديل. انا صراحه ما لقيتش علبه مناديل، يعني بتبقى صغيره، فحطيت دول وخلاص. يعني انتوا عايزين تجيبوا علبه مناديل صغيره، عايزين تحطوا علبه مناديل اللي هي بتبقى 150 200 منديل كده مفيش مشكله. طيب اكيد دلوقتي كلكم بتتساءلوا ايه اللي جوه الشيء ده. يا جماعه اهم حاجه معاكم في الشنطه مبلغ فلوس صغير على جنب، غير الفلوس الاساسيه اللي انتوا بتاخدوها كل مره وانتوا نازلين. المبلغ ده خلوه صغير ما يطلعش من شنطتكم. افرض فلوسكم وقعت، اتسرقت، ضاعت، هتروحوا ازاي؟ يبقى لازم معاكم دايما مبلغ صغير على جنب عشان تقدروا حتى تروحوا، فاهمين؟ يعني لو فلوسكم وقعت تقدروا تروحوا. يبقى الفلوس الصغيرة اللي على جنب دي أساسية جدا. طيب الشنطة دي فيها حاجات كتيرة قوي وكلها أهم من بعض. أول حاجة هنبتدي بيها هي الدبابيس. حتى لو عاملة طرحة لوس لازم تحطي معاكي دبوسين على جنب. وحاولي تخليهم بالالوان اللي هي الابيض او الاسود عشان يليقوا على اي طرحه انت هتكوني لابساها. ممكن صاحبتك تعوز دبوس، يعني اي حاجه، مش لازم انت يعني. طيب اول معانا بعد كده
الكريم المرطب. لازم تحطي مرطب معاكي في الشنطة عشان ترطبي ايدك بشرتك، عشان بشرتك ما تجفش، وخصوصا لو عندك يوم طويل بره لازم تستخدمي المرطب. هتستغربوا من المقص، بس دلوقتي هفهمكم ايه الحوار بتاع المقص ده. إيه، خلوا معاكم دايما في الشنطة مقص وإبرة وخيط. هتستغربوا من حوار الإبرة والخيط ده، بس بجد هتحتاجوهم في يوم من الأيام. مثلا لا قدر الله هدومك اتقطعت، مش هتمشي بيها مقطوعة، هتروحي تولد تخيطيها بسرعة وخلاص هتكملي بقية اليوم. واكيد طبعا هتحتاجي المقص عشان بعد ما تقطعي بيه الخيط وكده. فعشان كده لازم تحطي ابره وخيط ومقص. ما تحطوش الخيط الكبير ده كله، تقدروا تحطوه في حاجه صغيره، يعني تجيبوا حاجه صغيره كده شويه وتلفوا عليها خيط حبه صغيرين، مش لازم البكره دي كلها. وهاتوا لون واحد بس، ما تحطوش الاتنين، حطوا يا الابيض يا الاسود عشان ما يعملش زحمه في الشنطه. ما تجيبوش يعني الوان خيط فاقعه، خلوا الابيض او الاسود عشان يمشي مع اي هدوم هتلبسوها يعني. هنا الفازلين، انا كنت المفروض احط اللي هو مرطب الشفاء او زبدة الكاكاو، بس صراحة اختفت فحطيت فازلين. اي حاجة متوفرة عندك مش هيقول لا الفازلين هو زبدة الكاكاو، مش هتفرق كتير. يبقى كده المرطب، زبدة الكاكاو، الابرة والخيط والمقص، والفلوس الاضافية اللي على جنب. طيب كمان ضروري تحطي في الشنطة يا جماعة، سوري نسيت احطه، اللي هو السانسكرين عشان واقي الشمس، عشان بيتجدد تقريبا كل 3 ساعات او حاجة زي كده، مش عارفة، بس لازم تجدديه. لو انتي مش محجبة هتستغني عن الدبابيس وتحطي توكة مشبك زي كده، ضرورية جدا خصوصا في الحر ده، عشان لو شعرك اتفك او حاجة او حابة ترفعيه تقدري ترفعيه بيها. خلي معاكي توكة دايما احتياطي لو انتي مش محجبة، وخصوصا التوكة المشبك دي عشان تقدري ترفعي بيها شعرك في الحر ده. تمام. طيب في حاجات تانية لسه جوه الشنطة، في حاجات كتيرة قوي هنشوفها دلوقتي مع بعض. من الحاجات الأساسية بالنسبة لي اللي المفروض تكون دايما في الشنطة، أهم حاجة بالنسبة لي أنا في الشنطة الكراسة دي. الكراسة دي يا جماعة أهم كراسة في حياتي، بنظم فيها يومي، بكتب فيها المهمات اللي أنا هعملها يوميا، المهمات الأسبوعية، أهدافي دايما مكتوبة فيها عشان دايما أقرأها فأتحفز وأشتغل أكتر على نفسي وكده. فالكراسة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لي. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. انا قلت لكم بس الاساسيات اللي انا بحب احطها في شنطتي، لو انتوا بتحبوا تحطوا حاجات تانية براحتكم، يعني انا حاولت افيدكم بقدر المستطاع. لو الحاجات دي مش متوفرة عندكم حطوا المتوفر عندكم، ما تصعبوش الدنيا على نفسكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. باي.